مساء الخير. النهارده انا عامله لكم صنف جديد، الرز المبهر. تمام. الرز المبهر ده هو بيبقى عباره عن رز مصري اللي هو بتاعنا ده، بس بيكون قريب من الرز البسمتي. ممكن نعمل جنبه مثلا كفته، ممكن نعمل جنبه شيش، ممكن نعمل جنبه فراخ اي حاجه مشويه بمعنى اصح. بيكون طعمه حلو جدا على فكره، وبيبقى بينفع في العزايم قوي. هنقول بقى مقاديره. هنبشر بصلايه ونبشر طماطمايه اهو، بصلايه وطماطمايه، ونقطع قرن فلفل اخضر او رومي، يعني اللي بيحب ده بيعمل، اللي بيحب ده بيعمله. بعد كده بنجيب 2 مج رز كبير، 2.5 مج رز كبير. تمام. نص معلقه كاري، نص معلقه كركم، ورقتين لورا مرقه. لو انتوا عندكم مرقه يعني فراخ، شوربه فراخ عاديه مثلا او لحمه، يبقى طبعا افضل كتير. بنحط طبعا ملح وفلفل وبهار وبابريكا. تمام. بس هنبتدي بقى. حطينا شويه زيت في الحله وقلنا النار، وهنبتدي نحط عليه البصله. هنصفر البصله بس. طبعا احنا حطينا شويه الزيت اهون، وبعدين بنصفر البصله. انا نسيت معلش اقول لكم ان في فصين توم. ماشي. وبعدين الميه بتبقى ميه سخنه، الميه قد الرز. خليها تقطع. ماشي. انا هنحط الطماطم. ماشي. هنبتدي نحط الطماطم. معلش. هو معلش هو ما فيهوش فصين توم، هو فيه فصين حبهان. ماشي. انا اتلخبطت برضه قلت كده. غسلنا الرز وحطيناه. ايوه. بدأنا نحط البهارات اهي كلها، والملح والفلفل وكل حاجه. بنقلب اهو. يعني بمعنى اصح كده حطينا كل حاجه دلوقتي وبنقلب. تمام. بعد ما قلبناه هنبتدي نحط عليه الميه السخنه اهي. طبعا احنا اول ما يبتدي يتشرب هنرجع لكم تاني. بيتشرب اهون. خلاص انا كده حطيته على الصاجه وهسيبه لما يستوي. وده الرز بعد عملتها لكم قبل كده اهو.